اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. ميعادنا دلوقتي مع الفيديو المسائي، الفيديو المعتاد بتاعنا بتاع كل يوم اللي المفروض بينزل الساعه 10، ولكن انا بكل صراحه كنت النهارده عامل حسابي ان مفيش فيديوهات مسائيه لحد ما جالي رساله من احد متابعينا الكرام: يا ياسر احنا لسه فاتحين الكورنيش الجديد، شايفين فيديوهات كتير جدا عماله تقول لنا ان في اعمال ازاله للاسفلت على طريق الكورنيش، شايفين ناس عماله تتكلم وتقول لنا ان دلوقتي بيزيلوا الاسفلت في منطقه المنظره وانت رايح اتجاه العصافره. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل وايه تراكمات الاسفلت اللي بتتشال قدامنا. هقول لحضرتك لو متابع معانا بقى اكيد حضرتك عارف ان حاليا بيتم تنفيذ مشروع مهم جدا جدا على كورنيش اسكندريه، مشروع توسعه كورنيش اسكندريه. المشروع اللي بيتم تنفيذه على مرحلتين، ايوه زي ما حضرتك شايف اهو، ده الطريق القديم، ودلوقتي هنوضح لحضرتك ايه الفرق بقى بين الطريق الجديد والطريق القديم وليه بيتم ازاله الاسفلت. فزي ما بقول لحضراتكم بقى، ليه يا ياسر بيتم ازاله الاسفلت؟ لو حضرتك متابع معانا زي ما قلت لحضراتكم، موجود عندنا مشروع حاليا، مشروع كبير جدا بيتم تنفيذه من منطقه المنظره، بالتحديد من عند سور المنتزه وانت رايح بقى اتجاه سيدي بشر، العصافره، شارع محمد نجيب، لحد ما بتوصل لنفق المحروسه. المرحله دي او المرحلتين على بعض طولهم 4.4، يعني هنقول 4.5 كيلو متر، ده طول المرحلتين على بعض، سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. طيب المرحلة الأولى دي منين؟ المرحلة الأولى دي بتبتدي معانا من سور المنتزه، من عند كده فندق الشيراتون كده عند منطقة المنظرة، بتنتهي معانا قبل شاطئ البوليفاج. والمرحلة دي بالفعل كان تم افتتاحها رسميا وهي اللي موجودة على ايدينا اليمين دلوقتي. طيب امال ايه الفيديوهات الكتير جدا المتداولة اللي بتقول ان في ازالة لطبقات الاسفلت؟ هقول لحضراتكم الطريق القديم لما صورناه كان في انخفاض شوية في المنسوب عن الطريق اللي كان موجود معانا اهو. الطريق الجديد باين قوي اختلاف المنسوب، فكنا كلنا بنتساءل ايه اللي هيحصل في الايام القادمة. هل هيبقى الموضوع على كده، يعني القديم هيبقى اوطى شوية من الطريق الجديد؟ لحد ما لقينا ان بعد ما تم افتتاح الطريق الجديد والعربيات مشت عليه واخدنا رحلة كاملة وصورنا لحضراتكم ووضحنا كل حاجة في الكورنيش الجديد، وفرحنا جدا كمان ببوابات الشواطئ الجديدة وشفنا إعادة لفتح الشواطئ. لقينا بقى أيوة بوابات الشواطئ أهي، دي البوابات لسه طبعا الشكل النهائي بتاعها بيتم في الأيام القادمة أو لسه هيتم. فلقينا بقى من كام يوم عمليات إزالة وكنت صورتها لحضراتكم، ولكن ما اتكلمتش بالتفصيل عنها زي ما بتكلم معاكم النهاردة. لقينا عمليات ازاله لطبقات الاسفلت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. الازاله بدات معانا من المنظره وانت متجه اتجاه العصافره، هي دي المسافه اللي فيه ازاله للاسفلت فيها زي ما احنا اهو بنشوف كده مع بعض. طيب بيتم الازاله ليه؟ هقول لحضرتك عشان في الايام القادمه باذن الله هيتم رفع منسوب الطريق اللي قدامنا واعاده تاهيله مره اخرى، لان الطريق هنا بقاله كتير جدا جدا ما تمش تاهيله، وبالتالي احنا خلاص خلصنا من الطريق الجديد، خلصنا من المرحله الاولى، فوصلنا لوقت لا لازم بقى نأهل الطريق القديم عشان يبقى مناسب. زي ما حضراتكم شايفين الطريق الجديد حاجة تفرح، الطريق الجديد حاجة جميلة جدا ومشينا عليه. ولو حضرتك بقى مش متابعنا او ما شفتش رحلتنا على طريق الكورنيش الجديد، اتمنى من حضرتك تشرفني بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وتصلي معانا على نبينا محمد. اللي قدامك ده ايوه شاطئ جويل المنظرة، وده احد الشواطئ اللي تم افتتاحها قبل عيد الاضحى الماضي، سعر تذكرته 100 جنيه، والشاطئ تابع للقوات المسلحة، شاطئ مهم جدا ومن اهم شواطئنا. هتقول لي يا ياسر طيب ما بعد بقى ما انتهت اعمال التوسعه وتم اعاده تاهيل الشواطئ مره اخرى وتنظيفها واضافه خدمات، الشواطئ غلت؟ هقول لحضرتك لا طبعا، موجود عندنا شواطئ المنظره سواء بعد جويل على طول موجود عندنا شاطئ المنظره العام، موجود شاطئ طاحونه المنظره. هتقول لي طيب انا رحت الشواطئ في المنظره وما لقيتش المسميات، هقول لحضرتك الشواطئ بالفعل فتحت ولكن بدون مسميات، لسه الشواطئ ما اتسمتش بقى زي ما كانت متسمية الأول، ولكن أسعارها بتبدأ معاك من 5 جنيه شاطئ المنظرة العام لحد ما هتوصل ل 30 جنيه. دول
الشواطئ اللي بعد شاطئ جويل للقوات المسلحة، لو ركزنا بقى هنلاقي شايفين تم ازالة طبقات الاسفلت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. يعني هنشوف ايه في الايام القادمة؟ هنشوف ان شاء الله طبقات جديدة هيتم وضعها، وبعد كده هيتم عمل اسفلت، ووقتها بقى هنشوف عملية تسوية للطريق. زي ما احنا بنقول الطريق الجديد جميل، زي ما احنا بنقول الطريق الجديد تم رفع منسوبه، والطريق بجد اصبح يليق فعلا بكورنيش اسكندريه. كورنيش اسكندريه يا جماعه من اهم الطرق اللي تكاد تكون موجوده في جميع المحافظات. شايفين اهو عمليه قشط او ازاله للاسفلت القديم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. حاولت بقى على قد ما اقدر انزل واتابع معاكم. انا كنت صورت لحضراتكم اول يوم او تاني يوم بالتحديد بعد عملية غلق الكورنيش القديم او الطريق القديم اللي احنا شايفينه. وبعد كده بقى شفنا ناس كتير جدا جدا كلمتني وقالت لي يا ياسر الموضوع مش مقتصر بس على انك بتشيل طبقات اسفلت، لا ده شالوا طبقات كتير جدا، واحنا ماشيين كل يوم لسه في عمليات ازاله. عايز اقول لك ان الايام اللي جايه ان شاء الله هتبدا تشوف وضع لطبقات كتير جدا في المكان اللي احنا موجودين فيه ده، وبالتالي هيتم رفع منسوب الطريق. يعني هتشوف حاجه عظمه باذن الله في الايام اللي جايه. ولكن بقى كل اللي انا طالبه من حضراتكم الصبر شويه، مش عايزين نستعجل. خلاص الكورنيش اهو الاتوبيس ماشي عليه، ده الكورنيش الجديد بعد ما تم اعمال طبعا الردم فيه، وكمان اتسفلت وشفنا الكورنيش وشفنا وعملنا رحله كامله. انا مشيت على الكورنيش والله يا جماعه بالاتوبيس السياحي، واخدنا جوله جميله جدا جدا، والفيديو موجود على القناه. فالايام القادمه باذن الله هنبدا نشوف رفع بقى لمنسوب الطريق القديم ده. طيب ايه اللي هيحصل بقى في الطريق الثاني اللي هو الطريق اللي حاليا شغال اللي طالع بقى اتجاه المنظره والمنتزه؟ هقول لحضرتك هنفضل متابعين معاكم باذن الله ولحد بقى ما نشوف ايه اللي هيحصل في الطريق التاني. طيب بالنسبه للمرحله التانيه هقول لحضراتكم المرحله التانيه خلاص بدات تظهر معانا. ايه اللي باقي في المرحله التانيه؟ هقول لك من شاطئ سدبيش لحد شواطئ ميرامار، يعني داخل معانا شاطئ ادوارد خراط، ثم بعد كده منطقه نادي السيارات ومنطقه نادي وادي دجله. طيب مستنيين ايه؟ هقول لحضرتك ان شاء الله في الايام القادمه اعتبارا من 1/10 هتبدا تدخل معانا المرحله اللي انا بقول لحضراتكم عنها دي مع نهايه شهر يناير من عام 2025 او مع بدايه العام القادم. اول شهر في العام القادم تكون بكده انتهت اعمال التوسعه بالكامل، ونبدا نشوف افتتاح رسمي للكورنيش الجديد بالكامل. ولكن المرحله الاولى شغاله معانا حاليا مش بافتتاح رسمي، هي اتفتحت وشغاله، ولكن على ما اظن اننا هنستنى بقى الافتتاح الرسمي ده لما تنتهي كل المراحل او جميع الاجزاء. ما تقلقوش الكورنيش ان شاء الله هيبقى احسن من الاول. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ونتمنى نكون على قدر الحدث ومتابعين معاكم الاخبار يوميا واول باول. دمتم في حفظ الله، هتوحشوني جدا من هنا للفيديو اللي جاي.